زز. نياو. انتوا ليه ميتين قوي على زيزو؟ ارجع واسال انتوا ليه ميتين قوي على زيزو؟ قاعدين يقولوا لنا احنا يهمناش النادي كله يلف على لاعب. طب ما انت عندك النادي كله بيلف على لاعب، اصل ده ما عرفتوش تعملوا له كوبري بس. ابني انت في الزمالك باش. في النهايه الكلام بقى انه اصل الاهلي بابنائه، مش شايف في الاهلي اي من ابنائه خالص. هات فريق النادي الاهلي كده وهاتهم اسم فين ابناء النادي الاهلي؟ انا شايف انه الاولى بالاهلي يعمل ويحل مشاكل اللعيبه اللي عنده اللي عايزه تجد ومحتاجه فلوس. انت واخد 3 لعيبه السنه اللي فاتت من الزمالك، 3 لعيبه وزنهم ايه؟ بنص النادي عندك، نص النادي. هو علشان جاي من الزمالك بقى حل عليه عسليه؟ انا مش عايز كمان المساله تتحول حرب، راح اللعيب من هنا لهنا، راح اللعيب مفيش من هنا لهنا. هو مفيش حد بيجي من هناك عندنا، كله بيروح من عندنا لعندهم بصراحه. يعني الراجل اللي قاعد بالسناره هناك زي الفل. نياو نياو كده شغال كده، القرش صياد. اخبار كتير زيزو مضى للاهلي وراح البنك، ابوه خد كوميشن ومش عارف ايه وايه، وخلص في فبراير والاهلي جاي في فبراير. بص يا جماعه، انا والله العظيم برضو بعمل تاني فيديو في نفس الاسبوع. انا مش فارق معايا زيزو يجي الاهلي ولا لا، لو جه لعيب كويس وهيفيد الفرقه معانا، لو ما جاش مش هنخسر حاجه، عندنا في مركزه كتير. ولكن من الاخر يعني زيزو الزمالك عرض عليه مبلغ كويس، زيزو مش عايز الزمالك، زيزو عايز يلعب في الاهلي. ليه بقى عايز يلعب في الاهلي؟ زيزو عايز يظهر، زيزو في الزمالك مطفي. زيزو مش كل حاجه يلعب كونفدراليه، يقول لك انا لعيب بحجمي ما يلعبش كونفدراليه، عايز يلعب دوري ابطال ومن دوري ابطال لكاس العالم للانديه او كاس القارات اللي احنا لعبناها اللي خسرنا فيها من باتشوكا. اللعيب عايز يظهر، غير الاعلانات، غير الاهلي بيسمع، الاهلي بيصاب اي حد يا جماعه وحياه ربنا مش كلام. فانا مش فارق معاه بقى زيزو يجي ما يجيش، انا بعمل بس الفيديوهات دي لزيزو ده عشان خاطر الزمالكاويه ما يزعلوش، بس عشان اتابعهم باخبار زيزو.